السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير، صحة وعافية، أمين يا رب العالمين. لو خايف بلاش تدخل القصة خالص. أنا حذرتك أهو. تقول بسم الله، يلا بسم الله. بنتي وهي من عمرها 3 سنين مش بتعرف تنام إلا وفي إيدها مراية وبتمكج بنفسها وتلعب بالألوان وبتقرأ، ولازم أقرأ لها قصة قبل النوم. بقت القصص عندها عادة مهمة في يومها ومش بعيدة كل يوم لازم قصة تسمعها تكون جديدة. كنت دايما بقول لها قصة قبل النوم، وفي ليلة طلبت مني قصة جديدة وكنت رافضة. كانت رافضة النوم تماما. كان عمرها حوالي 5 سنين، ورغم إني كنت مرهقة حاولت أحكي لها قصة قديمة اللي كان هي متعودة عليها، لكنها أصرت على قصة جديدة وتكون مختلفة. فكرت بشوية شوية شوية، قررت أحكي لها قصة مرعبة عشان تخاف وتنام. فقلت لها زمان كان في بنت، كان يا مكان في قديم الزمان كان في بنت صغيرة كانت شقية وعنيدة ومش بتسمع كلام ماما ولا بابا. دخلت أوضتها تنام بعد ما ماما حكت لها حدوتة قبل النوم. بعد ما خلاص خلصت الحدوتة رحت في النوم. خرجت ماما وطفت النور وقفلت الباب عليها، لكن البنت الشقية صحيت تاني من النوم. فضلت تعيط وتنادي على مامتها علشان شافت كابوس وصحيت منه فجأة. فجأة مامتها دخلت عليها وحضنتها ونامت بجنبها لحد ما تهدى. بعدين سابتها تاني. لما نامت فالبنت شوية سمعت صوت خربشة تحت السرير، ولعت النور والأباجورة جنبها وحضنت الدبدوب بتاعها، وصوت الخربشة عمال يزيد شوية بشوية. من كتر الخوف البنت وارتعبت، صرخت وندهت على مامتها، لكن مامتها ما كانتش بتسمع الصوت. فضلت بإيدها آه، البنت كانت فضلت ماسكة اللعبة وخايفة من الصوت اللي تحت السرير. النور بعدها، ولما ثبت انه خلاص انه تعبت من كتر العياط والسهر نامت، ولكن سمعت خربشة تاني تحت السرير. لسه حكمل لقيت بنتي غمضت عينيها، وقلت لها خلاص يا مامي ما فيش حاجة، نامي يا حبيبتي. ليه بس استني أكمل لك القصة؟ قالت مش عايزة أسمع حاجة يا ماما، أنا حنام لوحدي من غير أي قصص تاني. حضنتها لغاية ما هديت وراحت في النوم. طفيت النور ومشيت بهدوء، لكن الباب آه عمل صوت. لفيت ظهري لقيت في حاجة فعلا تحت السرير كانت بتخربش، وكأني كنت بحضر أرواح، ما كنتش بنيم البنت. ساعتها أنا كنت خايف أكتر منها، وما قدرت أطلع من الغرفة وأسيب بنتي لوحدها نايمة. فضلت قدامها، فضلت أقرأ عليها بالقرآن لحد ما راحت بالنوم. أنا كمان نمت جنبها. حسيت فعلا إنه في حاجة بتتحرك تحت السرير. رجعت أوضتي من تاني، وبعد دقايق سمعت صوت صراخ بنتي لسه من جديد تاني. ولما رحت أجري عليها لقيت صوت فعلا تحت السرير. بصيت تحت السرير لقيت إنه لعبتها اللي كانت رمتها من زمان اشتغلت بطاريتها وبدأت تتحرك وبدأت تطلع أصوات. أنا كان حيوقف قلبي. هو اللي بنعمله بالناس حيطلع علينا. أنا كنت خايف جدا من الأصوات اللي كانت تطلع من تحت السرير، لكن دي كانت لعبة بنوتي القمر. هاي كانت قصتنا لليوم. اوعوا تحكوا لأولادكم قصة رعب بتضل براسهم، بتضل بدماغهم، بضلوا ي... ما يعرفوش يناموا، والهواجس تفضل معاهم، ويمكن تصير عقدة لما يكبروا ما يقدروش يناموا من كتر الرعب إلا والنور النور شغال. هاي كانت قصتنا، أتمنى تكون عجبتكم، أتمنى تكون البنوتة اللي بتجنن تاخذ العقل، هاي اللي قاعدة بتتمكيج تكون عجباكم. صلوا على النبي كثير يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هاي كانت قصتنا لليوم. يا رب الله يفرج علينا وعليكم. لا تنسوني من المتابعة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم بالله. سلام.